السلام عليكم لعشاق الشوكولا. اجيو معايا اليوم نوجدوا هذا الكيك اللي كيحضر بسرعه وطريقه سهله كيجي لذيذ ورائع. عندي هنايا في واحد البول درت 3 البيضات، زدت عليهم رشه ديال الملح وكاس ديال السكر وشويه ديال الفاني. غادي نخلط مزيان حتى يذوب السكر، من بعد غادي نضيف عليهم واحد الكاس ديال الحليب مع كاس ديال الزبده دايبه. من بعد غادي نضيف 220 غرام ديال الدقيق مع 11 غرام ديال خمارات الحلويات. بالنسبه للمقادير بالغرام غادي نخليهم اسفل الفيديو. كنجمع الخليط على هذا القوام هذا. غادي ناخذ واحد الزلافه غندير فيها الثلث ديال الخليط، غادي نضيف عليه معلقه كبيره ديال الكاكاو المر، ومن بعد غادي نجيب هاد اللاطه اللي دهنتها بالزبده ورشيتها بالدقيق، غادي نفرغ فيها الخليط على الطريقه هذه كتشوفوا في الفيديو. وفي هذه الاثناء راني شاعلت الفران كيسخن على درجه حراره 180. من بعد غادي ناخذ واحد الموس غندوزو من الوسط على هذا الشكل وندخل الكاطو يطيب في الفرن من التحت حتى يتنفخ. غنشعل عليه من الفوق. وبالنسبه للتزيين عندي الشوكولاط اللي ذوبته، زدت عليه تقريبا معلقه ديال الزيت، خلط مزيان وزدت عليه ايضا اللوز محمر ومهرمش. ممكن لكم ايضا تعوضوا بالكاوكاو. ونزين بهذه الطريقه حتى يتغطى الكيك كامل ونخليه في الثلاجه حتى يبرد ونقدمه بالصحه والراحه. سلامه.